السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وما ننساش بقى حبيباتي نصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا ريت لو انتي بقى اول مرة تشوفيني، فضلا طبعا وليس امرا، تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك اشعار لكل فيديو جديد بنزله. زي ما انت شايفة كده القناة بتقدم روتينات وصفات كل ما يخص البيت والأولاد. إن شاء الله بإذن الله تستفيدي من الفيديو حتى لو بحاجة بسيطة. أتمنى ليكي مشاهدة ممتعة، ويا ريت بقى ما تنسينيش كده في اللايك وكومنت حلو كده منك جميل يشجعني. النهاردة بقى هنعمل غدا كده خفيف كده وسريع مع بعضنا، وهنشوي بقى كمان بطاطا وهنذاكر للولاد. يعني هنشوف مهاماتنا اليومية كده إن شاء الله بإذن الله مع بعض. ربنا يعيننا بقى ويعينكم كده. الفترة دي بصراحة صعبة شوية، بس الله المعين يعني زي ما بيقولوا. اول حاجه كده انا كنت هنا نزلت وديت ولادي المدرسه يعني، فمش قادره اقول لكم بقى وانا جايه كنت شامه ريحه الطعميه بقى ايه الصبح دي. انا غالبا ما بفطرش بدري قوي كده، يعني الساعه 8 ولا الكلام ده. بس بصراحه يعني ايه ريحه الطعميه هي اللي شجعتني. كان نفسي كمان اجيب عيش بلدي بقى وكده، بس بصراحه لقيت الفرن زحمه قوي، يعني من ساعه ما الرز غلي الفرن كمان بقت زحمه موت. فربنا يعافينا بقى كده ويعديها على خير، اللهم امين. هنا ابتديت اعمل سندوتشين طعميه بقى كده، وقطعت شرايح من الطماطم. والله كنت لسه مغيرتش هدومي كمان ولا حاجه يعني، لان الطعميه من الحاجات اللي لو بردت بصراحه ما ببقاش ليها طعم. طبعا عايزه اقول لكم اسعد لحظه بقى والولاد في المدرسه كده وبنتي الصغيره نايمه. عملت سندوتشين بتوعي، جهزت كان زيتي وحطيت واحدة لمبادة. تعالوا بقى كده ايه نفطر مع بعض ونشوف الجمال بقى والحركات اللي في الفطار ده. او اي نعم فطار بسيط، بس الحمد لله اللهم ديمها نعمة يا رب واحفظها من الزوال. عايزه اقول لكم بقى ان انا فطرت ويعني نمت شويه حلوين بصراحه. يعني مش كل الاوقات بعد ما الولاد بيمشوا بنام، ولا كل الاوقات بصحى، عشان ابقى صريحه معاكم يعني. لما بيكون عندي حاجه كده ما بعرفش انام، ما عنديش حاجه وعارفه ان الشغل هيبقى خفيف كده وهعمله في الفتره اللي انا بعد ما اقوم فيها من النوم بنام، عشان ما اضحكش عليكم، لان انا طبعا بسهر مع الولاد والمذاكره والكلام ده. طبعا نمت بقى شوية وقمت بقى كده ايه قبل ميعادهم عشان احضر الغدا. هعمل النهاردة ان شاء الله الرز الحباية والحباية ده. في ناس بتحب تعمله جنب الطبيخ، واحنا بصراحة بنحب نعمله جنب السمك. فكل واحد بقى على حسب ما خد واتعود. اهم حاجة طالما احنا بنحمر في الرز دوت لازم نكون بقى واقفين جنبه كده، عشان كله ياخد اللون الذهبي الحلو اللي انت شايفاه ده. وغسلت بقى بقية الكمية التانية، ونزلت بقى ايه على الرز اللي متحمر، وهقعد اقلب فيه كده شويه اديله تحميصه حلوه. التحميصه دي قلنا بتتفادى موضوع ان الرز يبقى معجن معانا لا قدر الله ولا حاجه. كده خلاص بقى بعد ما اتحمص معانا شويه، يعني ما بياخدش اكتر من 5 دقايق. هنزل بقى بالميه كده وهنديله تقليبه، وهنديله رشه من الملح وهغطي عليه. بصوا بعد بقى ما شرب الميه خالص بقى وغلي، هديله تقليبتين كده. انا بحب بصراحه اقلب الرز، يعني اختي تقعد تتخانق معايا تقول لي ازاي يعني احنا ما بنقلبش الرز خالص. انا بحب اقلب الرز طالما شرب الميه بتاعته، وساعات والله بيكون في ميه وبقلبه عادي يعني. بعد كده بقى من الحاجات اللي انا بحبها جدا يا جماعه بقى، ما اعرفش هتضحكوا عليا ولا ايه، بحب احط الشياطه تحت الرز. تحت الرز تحت المحشي اي حاجه يعني. تخافي عليها ان هي تتلسع. الخطوه دي بصراحه بتتفادى معاكي خالص ان الرز يلزق في الحله، او يبقى ناشف او يعمل حتيته زي ما بيقولوا. كده بقى خلاص هديت خالص النار على الرز، ودخلت على البطاطا كنت حطاها في الحوض بقى ايه، وفتح عليها الميه شويه عشان تبوش. وهبتدي اغسل اول غسله كده، زي ما انتم شايفين بقعد ادعك فيها جامد كده. طبعا اهم حاجه تسيبيها تبوش طبعا شويه في الحوض علشان تبقى سهله معاكي يعني في الغسيل وكده. البطاطا بصراحه من الحاجات اللي انا بعشقها جدا انا وولادي. كده غسلت خلاص اول مره. تاني مره بقى بصوا كنت جايبه والله الفرش دي بقى لها سنه في التربو اقسم بالله. فقلت بقى لما اطلع منها واحده كده اغسل بيها البطاطا، بس طبعا هي لسه حاميه بقى عشان جديده وكده. فما بحاولش ان انا ادوس جامد قوي عشان ما اجرحش البطاطا كده ولا اخلي لونها بهتين.
وأنا بقى باغسل في البطاطا كنت مولعة الفرن البوتاجاز على أعلى درجة حرارة. ليه؟ لأن أنا هنا حاطة ورقة فويل من اللي هي التخينة، دي كانت على البوتاجاز من فوق وكانت نضيفة بصراحة، فغسلتها ونشفتها وحطيتها كده في الصاجة بتاعة الفرن عشان تتفادى معايا بقى ايه الفرن البوتاجاز والبهدلة اللي انتوا عارفينها. انا جربت بصراحة قبل كده الفويل اللي هو الرقيق ده، اللي هو البكرة العادية. بصراحة ما برجحش حد يعني بيه لما يكون هيعمل بطاطا وهيشويها وكده، لانها رقيقة فبتلزق في القشرية فبتقعد تتقطع، فكأنك يا ابو زيت ما غزيت، يعني كأنك ما عملتيش اي حاجة. انما الورقة التخينة دي بصراحة نفعت جدا وما لزقتش فيها ولا حاجة. إيه كده بقى خلاص، كل شوية طبعا من الوقت للتاني بقلب البطاطا. وده كان السمك بقى، يعني جوزي في الشغل النهاردة، وبابا بصراحة كان عايز يجيب لي سمك بقى عشان انا والولاد لما بيكون هو اغلبية الوقت في الشغل بناكل سمك مع بابا وماما. فاتصل بيا بقى بيقول لي ما لقيتش سمك بلدي كتير، وانا كنت عايز سمك بلدي. قلت له خلاص هات اللي موجود بقى وخلاص. جبنا زرقان، بحبه جدا، ده من انواع السمك اللي عندنا في السويس يعني. هو اسمه كده، اسمه زرقان. شبيه كده للحارت، الفص بتاعه بيبقى ابيض كده ومفهوش الا سلسلة الشوك بس اللي هي في الظهر دي. طبعا بقى ايه، على ما رحت طبعا جبت الولاد والكلام اللي انتوا عارفينه ده كله، كانت ماما والله ربنا يخليها يا رب نضفته وتومته وحطيته في التلاجة، يعني قالت لي عشان يبقى جاهز تعملي على طول. وانا بقى طلعت في الشقة عندي بقى وقلت بقى ايه، اعمل اي مصلحة كده وانا فوق، يعني اشغل دورة غسيل لو في حاجة عندي عايزة تتطبق، بجانب بقى ايه الاكل اللي انا بعمله. كده بقى ايه، هعمل حبة السلطة الحلوين دولت. كنت جايبة كزبرة وجرجير، وقطعت هنا خيار بقى وطماطم وجزر وكابوتشا، وكل حاجة بقى ايه اللي انت بتحبيها في السلطة حطيها. من الحاجات بقى اللي انا بحافظ عليها زي ما قلت لكم، واللي احنا المفروض كلنا نحافظ عليها، دي من العادات السيئة اللي فينا، ان احنا طبق السلطة ده ما بقاش موجود على الاكل. فبصراحة بحاول على قد ما بقدر يعني اخليه موجود دايما في جميع الاكلات، عشان دي من الحاجات المقوية جدا للمناعة. خلصت السلطة، جهزت الليمونة، طبعا مش هعصرها ولا حاجة، هحطها بقى في التلاجة علشان السلطة بتاعتي ما تتبلش. هي كده خلاص بقت جاهزة معايا. وهبتدي هنا بقى ايه ابدر في الدقيق. جبت بقى الصينيه الكبيره دي بقى عشان انجز، عشان كانت الكميه بسم الله ما شاء الله يعني كويسه وانا عايزه اخلص في نفس الوقت. إيه، حطيت الزيت بقى على النار وعليت عليه، وهبدأ هنا بقى ايه اقلي السمك. لو وصلتي بقى معايا لغايه هنا، ما تنسيش بقى تحطي لي اللايك والكومنت الحلو بتاعك اللي بيشجعني. هنزل بقى هنا كده بالسمك. بصوا والله العظيم يعني سمكة فعلا نضيفة جدا، قلبها من جوه كده مفيهوش الشوك الناعم اللي بيبقى الكتير دوت زي السردين والحاجات ديت، لا. هي مش هتلاقي فيها الا السلسلة اللي هي بتاعت الظهر دي. بصوا حتى يعني بسم الله ما شاء الله لونها بيبقى جميل جدا. نخلي بالنا بس كده منها. واول ما تنشف معانا طبعا كده السمكية نقلبها، ما نقلبهاش وهي طرية لسه. لو جيتي قلبتي واحدة ولقيتيها طرية ما تحاوليش تجازفي عشان السمك ما يتكسرش منك كده ويبقى شكله مش حلو. بس كده خلاص بقى، هنديله تحميرة كمان على الوش التاني. وهنا هبدأ بقى ايه اطلع كده اللي اتحمرت معايا، اللي عايزة تتقلب لسه مثلا هقلبها واسيبها على ما اخد الباقي كده يعني. اه يعني انا لقيت دي مثلا عايزة لسه اللون شوية بقلبها واخد اللي متحمرة شوية، زي بقى ما انتوا شايفين كده، وزي ما كلنا بقى ايه اكيد ستات بيوت شاطرين يعني. هنزل بقى كده بالباقي. من الحاجات بصراحة اللي جوزي ما بياكلهاش خالص، وما بعملهاش خالص طول ما هو موجود في البيت، يعني ما اعرفش بيتعب كده منها وبيقعد يرجع وكده. فخلاص بقى يعني ضغطنا عليه كتير بصراحة ان هو ياكل سمك وكده، وبقى يتعب منه. فبصراحة لا، كفاية يعني عليه كده. ربنا يسترها يا رب. كده خلاص بقى خلصت قلية السمك، طلعت السلطة من التلاجة. هديها بقى رشة من الكمون والملح كده والليمون. مش عارفة بقى، في ناس ما كانتش بتحب الكمون في السلطة، هل انا صح ولا كده ايه معرفش. هو بقى يعني ايه الاكل ده عموما اذواق، وكانت دايما ماما تقول كل دار وليها مدار، يعني كل بيت على حسب ما خد طريقة الاكل بتاعته يعملها ازاي يعني. فدي بقى ايه مش حاجة غريبة، فممكن حتى لو انت ما بتحطيش الكمون على السلطة، طب جربي تحطيه كده. انا جربت بصراحة ان انا اكلها بملح بس كده وخلوا حاجات زي كده، ما استطعمتش بيها خالص.
فده طبعا عشان احنا اتعودنا ان احنا نحط لها كمون. هنا بصوا السمك طالع بسم الله ما شاء الله. ابتديت ان انا بقى افضي السلطه كده، وقطعت كمان شويه خضره حلوين كده حطيتهم في الاطباق بقى، عشان خاطر بقى ايه اوري بابا وماما بقى مهاراتي كده وافتكاساتي يعني. هبدأ بقى ارص السمك كده، وكده بقى خلاص. هنديله بس رشة كده من الخضرة، وهقطع كده ليمون واحطه كده ايه، على الوش اللي عايز يعني يعصر ليمون على السمك. هبتدي بقى افضي الرز. انا يعني ايه حاولت ان انا احطه في طبق كده، يعني مش قصة شكل ولا حاجة، بس يكون ملموم كده، ما يكونش منعكش زي ما بيقولوا. مع انه والله العظيم كله في الاخر هيتنعكش يعني، بس هو عشان احنا بنقول العين بتاكل. فلازم الشكل يكون منظم كده ويكون حلو. اهم حاجة بقى في الاكلة دي كلها، ما ننساش البصل الاخضر. سمك بصل اخضر على طول، او بصل ناشف يعني، بس طالما موجود بصل اخضر خلاص بقى كده. هنا بقى شكل الاكل، اللهم اطعم كل جائع على وجه الارض، اللهم امين يا رب العالمين. بصوا عايزه اقول لكم حبه رز تحفه. فالناس تعذرني بقى اللي بتعمل الرز حبايه وحبايه دوت جنب الطبيخ، زي ما قلنا ايه، كل دار وليها مدار. فكل واحد يعمل برضو اللي هو عايزه، انت بتاخدي مني فكره وانا باخد منك فكره، مش اكتر ولا اقل. دخلت بقى هنا كده على المواعين بقى على طول. عايزه اقول لكم بقى ان زي ما انتوا عارفين عني يعني، اكيد حفظتوا معايا في الفيديوهات كلها، المواعين لو ما اتاخدتش يا جماعه بعد الغدا مباشره ما بتتغسلش في اليوم ده. والله العظيم بجد. ساعات باجي على نفسي واقول ايه بعد ما اخلص مذاكره للولاد، بلاقي خلاص الوقت اتاخر وانا خلاص كسلت، فبضطر بقى ان انا اسيبهم واقوم الصبح مقريفه. ف بحاول على قد ما اقدر اتفادى الموضوع ده، على ما يغسلوا ايديهم ويريحوا شوية ومش عارفة ايه، اكون انا خلصت الطبقين اللي انا عاملة فيهم الاكل. فدي بصراحة من العادات اللي انا حابة انصح بيها الناس كلها، يعني على قد ما نقدر. مش هقولك يعني لازم على طول اول باول، على قد ما نقدر احنا بنحاول يعني ايه نظبط الدنيا. لان اليومين دول زي ما قلت لكم في البداية كده يومين صعبين شوية، من ضغوطات بقى لولاد لبيت حاجات كتير كده. فربنا يعيننا ويعينكم يا رب. ادي هما كده يعني ما خدوش معايا حاجه، كان اكترهم الحمد لله اطباق بس يعني وكده. جبت الصينيه بقى دي اللي انا كنت قاليه فيها السمك، بمناديل كده هبتدي الم الدقيق بقى بتاع السمك من الطاسه، علشان ما يسدليش الحوض يعني وكده. ببتدي انزل هنا بشويه من الصابون السائل بالكلور. انا بحب طالما في زفاره سمك وكده، بحب احط على صابون المواعين شويه من الكلور كده. هبتدي اغسل مره كمان، دي هي الفرشة دي، اغسل بيها مرة كمان كده. انا مش عارفة والله العظيم الكلور هو اللي بوظ الطقم دوت، ولا هو الطقم ده كانت نوعيته يعني رديئة. مش عارفة يعني باظ معايا بسرعة والله العظيم. بصوا قشر زي ما انتوا شايفين كده. بس انا بصراحة يعني ايه، بحاول يعني بخاف جدا من الزفارة فلازم احط كلور. بس بصراحة انا عندي الطقم التيفالي التاني، برضو بغسله بالاسبونشة بكلور وصابون، ما بيجرالهوش اي حاجة يعني، مش زي ده بصراحة قشر كده وشكله بقى مش حلو خالص يعني. يلا الحمد لله. جيت هنا بقى على البوتاجاز، ابتديت ان انا بقى ايه الم اي رز واقع عليه كده اي حاجه. والله مع اننا قالين سمك زي ما انتوا شايفين، بس لقيته بسم الله ما شاء الله نضيف والله. اديته كده رشه من ملمع الازاز بس مش اكتر، علشان بقى ايه اديله اللمعه الحلوه اللي فيه. طبعا زي ما انتوا شايفين انا شايله الستيكر، شايله ورق الفويل، شايله من عليه كل حاجه. عايزه احس كده بتغيير في المطبخ زي ما انتوا اكيد حفظتوا يعني. فاول باول كده والله العظيم، لو احنا اول باول كده ايدينا في كل حاجة، هتلاقيها معانا لسه بجودتها وبنظافتها. زي ما انتم شايفين اهو، انا قاليه سمك وكنت عامله عليه رز ومش عارفه ايه، وهو الحمد لله والشكر لله عشان بغسله اول باول زي ما انتم شايفين. ادي شكل البوتاجاز والله من غير فلتر ولا اي حاجه، اللمعه دي طبيعيه يا جماعه. بس كده بقى خلاص بقى خلصت كده المواعين وخلصت كل اللي ورايا. عايزه بقى قبل ما اقعد بقى ايه مع الولاد كده، كنت شويت البطاطا بقى. البطاطا كانت استوت بعد الغدا، يعني خدت وقت شويه بس مش مشكله يعني.
عايزة بقى اوريكم لونها من جوه. انا طبعا لما بجيب بطاطا انتوا بتشوفوا الكمية بسم الله ما شاء الله، لان انا بابايا ومامتي بيعشقوا حاجة اسمها بطاطا مشوية، وانا من الناس اللي زي كده بعشق حاجة اسمها بطاطا مشوية. بحب المسلوقة بس مش قد المشوية، فما ينفعش بصراحة اجيب بطاطا واشويها وبابا يشمها وما نزلوش بصراحة يعني كده. فلازم اكون عاملة حسابهم زي ما هم ما بيعملوا حسابي في كل حاجة، انا وولادي كمان قبل مني والله. فما جاتش على البطاطين يعني اللي هم هياكلوها. بس جيت بقى هنا بعد بقى ما كنا بقى البطاطا كده وانبسطنا انا والولاد. كانت بنتي بقى ايه عندها نشاط، عايزين بقى يفرغوا الصور دي، انا مش عارفة يعني تعبنا وخلاص. عايزين يقطعوا الصور دي ونلزقها بقى ايه، هوريها لكم دلوقتي. فطبعا هي عيلة صغيرة فمش طبعا مش همسكها موس في ايديها ولا كلام من دوت. فقطعت لها بقى انا الصور كده، يعتبر انا اللي عملت لها النشاط والله. عايزه اقول لكم ان هم السنه دي بصراحه شغالين معاهم حلو قوي. يعني سنه اولى دي كانت كل سنه ما بتشتغلش خالص، السنه دي شغالين معاهم، والغايب يعملوا له غين واكتب واجبك، وكراريس شغالين معاهم فيها اساميهم. لا حاجات يكتبها لهم على السبوره، زي مثلا سمكة، مش عارفة جزرة، الحاجات اللي هي الخفيفة ديت كده. فدي حاجة كويسة برضو ان هم مهتمين بيهم السنة دي. يعني انا كده كده بصراحة ما بعتمدش على على المدرسة في التأسيس ولا الكلام ده، انا بدي تأسيس بره. بس لما يكون المدرسة شغالة وانت شغالة في الدرس، فالاتنين طبعا اكيد بيكملوا بعض. فدي بقى حاجة كويسة. اهم حاجة هنا بقى ايه، كانوا عايزين الحرف دي تتلزق في الصناعية وغير الصناعية، بس انا طبعا ما لقيتش مكان زي ما انتم شايفين، فهلزق كمان في النص. هو اهم حاجة بقى ايه ان هو يتعمل يعني وخلاص. حطيت انا يعني كراسة قديمة كده تحت الورقة اللي انا طبعا هقطع منها بالموس عشان الكتاب ما يتقطعش معايا. وكده بقى ايه خلصنا بقى لزق بقى وفرغنا كده بقى الكتاب. بصوا عايزه اوريكم، بصوا زي ما بقول لكم شغالين معاهم والله حلوة قوي، تلوين بقى وحركات. ده كتاب اكتشف، بيخليهم بقى يعدوا برضو ويشوفوا الالوان، فدي حاجه بقى كويسه. جينا هنا بقى ايه، ده الخط. في حاجات كويسة يا جماعة للي عايز يأسس برضو عياله من حتة القراءة والكتابة. فيها كلمات خفيفة كده تقدري ان انتي معاها واحدة واحدة كده او معاه واحدة واحدة يستهجى ويقرأ. لان لازم يبدأ يقرأ ويكتب ويستهجى. زي ما بنقول كده التعليم من الصغر. كان نقش على الايه، على الجدران هو ده. بس قعدنا بقى نراجع كده مع بعض شوية ونقرأ مع بعض شوية. عايزة اقول لكم بقى ايه ان الصفحة اللي هي مثلا ايه بيكونوا خدوها، وتلاقي التواريخ مظبوطة الميس وكده، بتديهم بقى بتعمل لهم اشكال من فوق وحاجات بتشجعهم بقى بيها وكده. فدي بقى إيه كانت مهمات اليوم بتاعتي النهاردة. اخر حاجة بقى عشان كان عليها بقى دين، برضو بصوا مشددين جدا والله، وكويس كويس جدا ان هم مشددين على الحاجات دي. عاوزينهم يسمعوا الشهادتين، وكان عليها حفظ الإخلاص. طبعا احنا حافظين طبعا الصور الصغيرة دي. معايا اخوها حافظ بسم الله ما شاء الله، واختها اكبر بس هي طبعا لسه سنة اولى، فلسه في الصور الصغيرة يعني. وهنا بقى كان دوت كده. اللهم صل على سيدنا محمد النشيد. يلا اشوف